تعالوا كده مبدئيا بقى نفهم يعني ايه بوزيشنال بلاي. الموضوع ببساطه هو ان الكره مش دايما معاك، لكن لما تبقى معاك ازاي تخليها تخدمك باقل مجهود، وازاي التمركز نفسه يولد لك الحلول من غير ما تطلبها. الفكره كلها في توزيع اللعيبه، مش توزيعهم في الخريطه، توزيعهم بالنسبه للكره والخصم. اول اساسيات البوزيشنال بلاي هي تقسيم الملعب. جوارديولا بيقسم الملعب لخمس ممرات بالعرض: الممر الخارجي اليمين، والهاف سبيس اليمين، والعمق، والهاف سبيس الشمال، والممر الخارجي الشمال، وبثلاث مستويات: الدفاع والوسط والهجوم. يعني لما بتجمعهم كلهم هتلاقيهم حوالي 20 مستطيل. والقاعده الاساسيه مفيش اكتر من لاعب واحد في نفس الممر، ومفيش اكتر من 2 لعيبه على نفس الخط الافقي او 3 لعيبه على نفس الخط العمودي. طب ليه الكلام ده؟ علشان كل لاعب يبقى عنده زاويه تمرير فريده، ما يبقاش في تراكم يسهل على الخصم الرقابه. تعالى بقى المبادئ الذهبيه للبوزيشنال بلاي. اول حاجه هي خلق اللاعب الحر، ذا فري مان. لو معاه الكره لازم الاقي 2 أو 3 حلول في زوايا مختلفه، وده بيجي من تنظيم التمركز مش من مهاره فرديه. تاني مبدا السويتش، اللي بيدي لك الاوفرلود. تجمع اللعب بجبهه، تسحب الخصم كله هناك، بعدين تضرب الخصم من الجبهه الثانيه بتمريره واحده. هو ده اوفرلود تو ايزوليت. هو ده اللي حصل في ماتش ارسنال ضد تشيلسي في اول 10 دقائق من موسم 2022 2023. سويتش وزاد عاديه مثل يمين، وتمريره واحده تغير بقى الملعب ناحيه شمال لمارتينيلي. المبدا الثالث سيرد مان ران. مش اللي بيستلم الكره والهدف، التمريرات الاولى والثانيه معموله عشان توصلها للثالث اللي جاي من تحت الرادار. يا صاحبي اللي شبه الكره بالشطرنج ما كدبش. شوف هدف دي بروين ضد ريال مدريد 2023، الكره مشت من جون ستونز لبرناردو دي بروين، هو السيرد مان جاي من الخلف وبعدين جول. المبدا الرابع التدرج الطبقي استجرام. تمركز اللعيبه مش في خط مستقيم، كل واحد على طبقه مختلفه، ده بيساعد على خلق زوايا التمرير وبيقلل فرص الضغط للمنافس. تعال بقى الفقره اللي هتعجبك، امثله تطبيقيه في ارض الواقع من طريقه البوزيشنال بلاي. مان سيتي ضد ريال مدريد اياب نص نهائي 2023، ستونز لعب سنتر باك وبيفوت، او زي ما تقول انفيرتد سنتر باك. اما جيرليتش في الممرات الخارجيه، ودي بروين بين الخطوط، وبرناردو سيلفا دايما هو الفري مان، وهالاند بيشد الخصم للعمق. كل ده علشان الكره توصل لمكان معين، مش للشو خالص، ده للقرارات. برشلونه جاف ضد اتلتيكو بلباو، 3 لعيبه بيبنوا اللعب: بوسكاتس عامل محور وصمام امان، بيدرو جافي في خطوط متداخله، ديمبلي في الممرات الخارجيه عشان يوسع المساحه. الهدف من ده كله يخلق عمق وهمي في النص ويمرروا من ما بين الخطوط. لما الفريق يلعب البوزيشنال بلاي صح، كل تمريره ليها معنى. الخصم بيتهز حتى لو ما عندكش مهارات خارقه، الضغط بيتفكك بذكاء مش بسرعه، كل لاعب بيعرف هو واقف فين وليه. وده اللي يخلي السيتي يكسب 5-0 من غير ما يكون لاعب بجنون، بس لاعب بمنظومه محترفه. بس دايما كل خطه لها مخاطر، مش دايما الحل السحري هو البوزيشنال بلاي. لو خصمك ضغطك صح المنظومه كلها تقع، لو اللاعب اتاخر في التحرك الزوايا تتقفل، لو الايقاع بقى بطيء المساحات تتقفل وانت لسه بتفكر. علشان كده محتاج لعيبه عندهم ذكاء مش بس مهاره. البوزيشنال بلاي مش بس تكتيك، دي لغه بيتكلم بيها المدربين اللي بيفكروا مش بس بيخططوا، واللي يقدر يفهمها بيكسب حتى لو الخصم اقوى منه. ولو عايز تبقى من الناس اللي بتفهمها فانت في المكان الصح. انا محمد الزابي، وده رابع حلقه من سلسله فك لوغاريتمات الكوره. استنى الحلقه الجايه عن الريست ديفense.